حاربت الناس كلها علشانك، حتى اهلي حاربتهم علشانك، ودلوقتي بحارب نفسي علشاني. The only person I ever lost and needed back was me. ما هو أنا برضو اللي كنت غلطانة علشان فضلت، علشان استنيت، علشان صدقت إن هو ممكن يتغير. بس محدش بيتغير علشان حد، والأهم إن محدش بيقدر يغير حد. وأنا فعلا ما كنتش عايزة أغيره، أنا بس كنت عايزاه يفهم ويشوف اللي أنا بعمله علشانه. أنا اللي غلطانة علشان قعدت أطلع في مبررات، وأنا اللي غلطانة علشان كنت بشوف الحلو بحاول أداري الوحش وابص للناحية التانية بأي طريقة. أنا اللي غلطانة علشان شفت بس الجزء اللي عاجبني واللي أنا عايزة أشوفه. بس أرجع وأقول إن أنا اللي غلطت علشان قبلت بوضع مكانش ينفع حد يقبل بيه. أنت مش غلطان، هي كانت غلطتي أنا من الأول. جماعة انا طلعت اطمنكم عليا، انا الحمد لله نفسيتي بدأت في تحسن، ادعولي. بس في حاجة مأثرة عليا نفسيا، في ناس كتير عاملة اكونتات فيك مش انا، وبتدور على الريتش وحاجات، وتتواصل مع الصحافة والمشاهير على اساس ان هي انا مش قادرة افهم انتوا بتستغلوا اسمي ومرضي في ايه الصراحة. وفي موضوع بقى سخيف جدا ان ناس تقولوا يا جماعه الاكونت القديم اتقفل وده الاكونت الجديد، ويقعدوا ينزلوا يا جماعه اللي عايز يدعم يا جماعه، حاجه في منتهى بصراحه قله الادب. وجماعه اخر حاجه هنقولها لو سمحتوا، ده اكونت ساره الوحيد، ساره_m_محمود 2001، ده الاكونت الوحيد بتاع ساره. عايزينكم تساعدونا لو سمحتوا بان احنا نتواصل مع اي حد في اداره التيك توك عشان نقدر نقفل الاكونتات اللي باسمها. احنا ما عندناش مشكله انتوا تكتبوا ان انتوا محبين ساره او انتوا بتدعموا ساره او ايا يكن، لكن مش باسم ساره شخصيا وتاخدوا حاجات مش